اسوي البهارات اوكي ما ادري شنو، حط ايده مخابي شو اقول لي قلت له خم دربك، شو اقول زين بخم دربي بخم دربي لو طلع. طيب خالد كانت على مشهد من المشاهد. تفضل. تذكرها حمد ولا ما تذكرها؟ اعطيك هذه هذه الحركه. لا هذه لازم نعيدها مره ثانيه المشاهدين يشوفونها. تعطي شنو؟ هذه الكوه مالت المصارعه. بس اللي حسيناه انه كانت الاجواء بينكم وايد حلوه، وفي يعني ألفة وفاهمين بعض وحابين بعض وحابين المسلسل. أختي العزيزة، ما هدفنا كان من العمل هو شيء جدا راقي بعيد عن الأمور اللي بثت عنا من فكر طائفي وغيره. نعم. احنا اللهم الحمد في الكويت اذا كان في حكي ينقال لكن ما يتواجد ما بين الشعب ولا يتواجد بين الاهالي، عشان كذي العمل خذ صيت جميل ونجح. احنا بعيدين عن الفكر الطائفي. طيب اللي عرفته ان انت كنت وايد زعلان لما يعني ما طافت ايام بسيطه من عرض المسلسل وبلشت الانتقادات وبلشت يعني التوقعات. ما يهمني، خلي ينتقدون. اي طلع العمل ولا ما طلع؟ طلع. حبوا الناس ولا ما حبوا؟ انا العمل اللي لا يثير الجدل هذا عمل مش ناجح. صحيح. لكن التطرق الجدل اللي يتركه شنو؟ الان شماعه الطائفيه اصبحت انا اروح بقاله اقول له عطني بيبسي يقول لي ما عندي سفناب اقول له انت طائفي. اي صح، على فكره احنا عانينا من المشكله وكتبوا عنها وايد. المسلسل بعيد عن الطائفيه، ما له علاقه يعني احنا ما اخذنا بالفكر هذا. نعم. جماعتنا يعني ربعنا وممثلينا وفنانين احنا ما نهدف الى هذا. يعني في قبل مقطوع كلام اختي باسمه، انا عندنا عمل الريان في مصر طلع وهو يتكلم ايضا عن رجل ادعى. فاحنا نتكلم عن كثير نصابين، يعني في نصابين يدعون. على فكره يعني عزوز هو نصاب والشيخ هو نصاب اخر بشكل صحيح. اخر. يعني النصب بس بطريقتين وشخصيتين مختلفين تماما. هو في حتى بالقران الكريم يقول يقولون ما لا يفعلون. في ناس كذي، وايه المنافق 3. في ناس كذي. في ناس تستتر تقول لك انا كذي هذا اتجاهي، ولكن يقعد معك يوعدك لكن يخلف. نعم. اوكي، يعطيك كلمه لكنه مو صادق. بالضبط. يعني يقولون، فليش احنا نقول هذه الفئه موجوده في المجتمع، مش في المجتمع الخليجي فقط، في العالم العربي كله، حتى توني قاعد اقول لكم في اوروبا هذا الشيء موجود. فليش احنا قلنا والله هذا صفات انسانيه ما يصير. نعم. يعني احنا نشكرك جدا استاذ خالد، موجوده في المجتمع في كل مكان. نشكرك جدا وما نبي نعطلك. اكيد. انا شاكر لكم اتصالكم واشكر هذا البرنامج الجميل اللي دائما يتطرق لاشياء حيويه ومهمه وقضايا الساعه. الله يسلمك. ارحب بزملائي وارفع لهم القبعه لنجاحهم في هذا العمل. خم دربك بالورود ان شاء الله دربك. يعطيك العافيه. حياك الله. يعطيك العافيه. يا هلا مرحبا. على فكره احنا في اللوكيشن كنا اسره، يعني من مخرج، من كاتب، من ممثلين، من مساعدين المخرج، من إدارة الإنتاج، من حتى اللي يشيل الكيبل مال الصوت أو إلى آخره. كلنا أسرة. شنو ما يصير نعصب على بعض، نضحك مع بعض، ناكل مع بعض، نناقش مع بعض المسلسل. وكل لما احنا على فكرة مسلسلنا ما كان حلقات، كان مشاهد. يعني مثلا نوصل لمشهد 800 بعدين نوصل لمشهد 1000. فكنا نقعد مع بعض واحنا نقرا ونرتب ونشيل. لا لحظة مرة ثانية، يعني كان تصوير كأنه سينما؟ لا النص مكتوب مشاهد. بس على فكرة هو يعتبر تصوير سينما. يعني التقطيع المجهود يعني اللي خذاه استاذ علي العلي المخرج مالنا، اوكي، يعني مش مجهود بس سينمائي، هو مجهود تلفزيوني، مجهود سينمائي، مجهود مسرحي، مجهود اذاعي، كله كان في نفس اللحظه. يعني تخيلي المشهد لما تعيدينه انت 3 4 5 7 مرات، اوكي، لمجرد انت علشان تاخذين اللقطه اللي انت تبينها، اللي المخرج يبيها. المخرج بس احنا اللي راضيه انت عنها، مالنا موجود. بالضبط. ليش احنا قاعد اقول احنا عموما الفنانين ترى ما نلتقي باهالينا كثر ما نلتقي ببعض. يعني انا غبت عن الكويت 4 شهور في مملكه البحرين، اشوف ربعي وزملائي اكثر من اهلي اتصالات، فهذول اسرتي. فاحنا اقول شلون الاسره تتهاوش مع اخوك، تهاوش مع اختك. على طاري المشاهد وان توصلون للاداء اللي يتمناه المخرج او انتو، يعني شنو سالفه اللي من الساعه 5 الصبح للساعه 1 الظهر وانت تركض؟ لا من 5 ل 11
اول مشهد انا قلت يعني من حتى 5 مو ل 11. هين من 5 ل 11 ترى مو شويه. موقع؟ لا هو تصوير المشهد. اي اوكي. اي من الساعة 5 الفجر بلشنا تصويره للساعة 11 الظهر. اشوفك ضعفان. لا مو خلص هذا الحكي قبل. لا بس انه المشهد استهلاكية في المسلسل، اول مشهد بالمسلسل، وكنا نصور بالسوق المركزي، العالم ولويا وكذي. السوق المركزي بالبحرين يعني الشبرة. اي قعدت 4 اشهر صرت بحريني الحين. تعودت شو اسوي؟ لا احنا ننقل لكم طابع الواقع، يعني مثلا هو الفير مثلا منحاش، فاحنا نعطيكم يعني هو ترى الممثل على فكره هو مشاعر، بس قاعد نعطيكم التعبان، نعطيكم الغني، نعطيكم الفقير، نعطيكم المريض، نعطيكم ليش صار التصوير بالبحرين؟ ليش؟ يمكن السبب يعني. هو اساسا كان المفروض، انا اللي اعرفه انه كان المفروض انه يتصور هنا بالكويت. نعم. بس اللوكيشنات المطلوبه حق هالعمل هذا مو متوفره هني. مو متوفره هنا. مو متوفره. نعم. يمكن يعني مثلا في اللي قبل مثلا بيوت طين وكذي، بس الحقبه هذه بس متوفره اكثر بالبحرين صحيح. بالبحرين اي متوفره بكثره. اي طيب نرجع مره ثانيه حق التعب اثناء الاداء، يعني انك تصحى من الفير علشان تأدي هذا المشهد اللي على الشاشه، ايش كثر خذه؟ يمكن دقيقه. اي وانت تهايل من الخمس ل شوف يعني مشاهدينا يطالعون معانا وشوف السرعه بس بالركض دكتور. من الساعة 5 الفجر للساعة 11 وانت تعيد وتزيد بهالمشهد. اي والله. عشان يعرفون المشاهدين ايش كثر تعب الانسان يسوي عشان يظهر المشهد بالصورة الصحيحة. صح، لان هم هني في تبديل عدسة، في تبديل اضاءة، في انه وايد ناس مو معانا مثلا زباين بالسوق. نعم. مو معانا، فتلقى مثلا احد يشوف الكاميرا ولا شيء، فنضطر مثلا نعيد ولا نخش الكاميرا بمكان نصور من غير ما ينتبه لنا ناس. بالضبط. كذي. في مشهد قاعدنا نضحك عليه انا واخوي حمد واخوي خالد. المفترض ان احنا داشين عليه وهو معصب وماسك بطل بيبسي. هذه دعايه ما ادري. المهم فبيكسر البطل. عدنا المشهد كم مره؟ والله وايد عدنا ان البطل ينكسر. ما انا شنو المفروض اكسر البطل؟ وين؟ بحافه السرير. اي السرير شنو؟ مو حديد المنيوم رشيد. فمره مرتين 3 ما انكسر، ومعصبين اشوف الحديد انعوت. الحديد انعوت والبطل ما انكسر كلش. هني احنا يعني هو معصب، انا الحين قاعده اطالع، انا مسكت الثانيه بعدين قام يطالع. هذا المشهد احنا ما قدرنا. ومشهد ثاني اللي انزل له لما اصرخ عليه بيطق اخوه بالصخره. اي هذا المشهد كان من احلى المشاهد يعني اللي احنا صورنا. شنو جماله؟ تخيل الاخ الاصغر ينطلق علشان يدافع عن نفسه مع اخوه الكبير وصار في تلاحم وطق. نعم. فشنو هني موقف الام؟ يعني انا اشوف ولدي الصغير يمد ايده على اخوه الكبير. اي من توقفوا وياه. واحنا عارفين، لا هي ما وقفت مع احد، بس احنا عارفين انه هو الاخ الاكبر وهو النصاب مثل ما تفضل اخوي خالد اللي هو عبد العزيز. فهذا المشهد كان وايد مؤثر. جميل يعني. وانت شعرتي انه هو فعلا من المشاهد القويه جدا. انا اركض من فوق، انزل، انا اكون على السطح وفعلا اخذ من السطح، ياخذون لي لقطه انزل، كله متواصل ترى. هو يصير في تقطيع بس هو كله بالاول يصورونه ترى متكامل. نعم. يعني احنا ما ناخذ ترى قطعات، يعني مثلا احنا قاعدين ياخذك فل المشهد وبعدين كامل، عادي ياخذ الكلوزات، نعيده، لا نعيده مره ثانيه بس بتقطيع. مثل ما قال اخوي حمد تو تغيير العدسات. هذه العادات بالمشهد هذا بالذات صار في 76 اطراق تقريبا. اي والله. فمساعد المخرج جعفر الله يذكره بالخير كان يسجل بين كل مثلا قطعه وقطعه، يسجل متنطق. احنا اذا وقفنا الكاميرا يساله ها كم وصلنا، كم اطراق؟ والله الاطراق الفلاني كذي. فوايد اطراقات كان. تعطي ولا تاخذ؟ لا والله قاعد اخذ. يعني ما انا مقايل لك وايد زين، بس وايد زين احنا نبي فاصل، نطلع فاصل ونرجع نواصل.
حياكم الله من جديد مشاهدينا. أستاذة باسمة، شفناك بهذا العمل يعني شخصية متنوعة، أم حنونة، امرأة رومانسية، امرأة كادحة، يعني وايد كان في تنوع تنوع بهذه الشخصية.